صباح الفل على احلى اخوات في الدنيا. فيديو جديد عند استاذ تامر وجيه. الفتره اللي فاتت يعني كان معظم فيديوهاتنا على الميكروفايبر. النهارده احب اعمل لكم فيديو حلو كده، بقالي فتره طويله وعدتكم ان انا اصور لكم الباكستاني في المحل الثاني بتاع استاذ تامر وجيه. انا حابه بس اعرفكم حاجه، المحل بتاع استاذ تامر وجيه اللي انا دايما بصور فيه، في محل تاني جوه اللي انا كنت مصوره لكم فيه التبراك والميكروفايبر في المحل اللي بره. النهارده صورت لكم الباكستاني في المحل الثالث، فرع تاني خالص. قصه العناوين والقصه دي كلها انا مش حافظه فيها حاجه، استاذ تامر هيقول لكم على التفاصيل دي كلها داخل الفيديو. اسعار والقصه دي برده داخل الفيديو. بس النهارده صور لكم تشكيل كبير جدا من العمريه، من اول خامه من اقل حاجه في العمريه لاعلى حاجه في العمريه، والباكستاني كمان موفره لكم في الفيديو. وهاخد لكم لقطه على السريع كده، بس عشان انا مصور لكم التبراك قبل كده هاخد لكم لقطه على السريع للتبراك. وحابه اصور المكان النهارده لسبب شخصي. كان في حد معلق لي تحت التعليقات المكان مش حلو وانت بتصور التشكيل ده كله مش موجود عند استاذ تامر اصلا. يعني انا هجيب التشكيل منين؟ يعني انا مثلا هروح اجيب الشغل ده احطه مثلا في الفيديو ونصوره نعمل عليه فيديو وبعد كده يروح لحال سبيله؟ اكيد لا يعني. فالفيديو النهارده هصور لكم المكان عشان اعرفكم بس الاستاذ تامر وجيه الشغل عنده فعلا في نفس المكان. والعمريه هو اصلا بسم الله ما شاء الله ظبط العرض جدا جدا جدا. هتنبسطوا معايا داخل الفيديو ده. لو عجبك الفيديو ما تنسانيش لايك وشير سبسكرايب وعلى الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديوهاتي. ويلا بينا نبدا الفيديو ونعرف العناوين فين والمحل اللي فيه الباكستاني موجود فين وكل التفاصيل ده تعرفوها داخل الفيديو. يلا بينا. انا حابه بس اجيب لكم المحل من بره كده. في ناس هناك قاعده واخده راحتها، مش هجيب المحل من هناك قوي كده. انا بس هوضح العرض بسم الله ما شاء الله اتظبط ازاي هنا قبل ما ابدا مع استاذ تامر وتعرفوا عناوين والقصه دي كلها. انا حابه بس اوريكم بسم الله ما شاء الله المكان بقى عامل ازاي. الارضيه عشان الناس اللي بتتكلم عن النظافه ما شاء الله الله اكبر اهو. المكان بقى في قمه الجمال. لا السقف يا استاذ تامر، لا السقف هفوت السقف والله لا اجيب لك السقف يعني. لا استاذ تامر مكلف اهو عشان ما اسمعش حد بقى بيقول المكان ومش المكان في الايه. اولا احنا بنشتري خامات وبنشتري شخص بنتعامل معاه، احنا ما بنشتريش المكان عشان تبقوا فاهمين. بس انا حابه اوريكم قد ايه استاذ تامر بيحب برضك يهتم بالتفاصيل دي، والشغل ما شاء الله يفتح النفس. هنتفرج في كل العرض ده مع استاذ تامر دلوقتي وهنشوف كل التشكيل ده. حتى الباب ما شاء الله اتدهن والدنيا بقت تمام يعني. ده التبراك انا صورته معاكم قبل كده، وفي جزء تاني الجنب التاني بس على ما الجماعه بس يخلصوا اكل براحتهم كده وبعدين نصور. تعال استاذ تامر. عايزين نعرف بقى تفاصيل كده العناوين والقصه دي عشان انا ما بعرفش اشرح العناوين للمتابعين. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبدئيا كده انا عايز اشكر المدام اللي جت اللي كان في مشكله معاها مع الحساب. اشكرها جدا. احنا مش متهمينها ان هي حاجه وحشه او هي مثلا خدت الفلوس او خدت الحاجه من غير ما ترجع او من غير ما تراجع. لا والله بس هي الغلطه اصلا هي الغلطه كانت من عندنا اصلا مش من عندها. النور كان قاطع وهي جت خدت الحاجه ومشيت وكانت مستعجله والراجل اللي معايا ما عرفش يحسب، ولما حسب ورجع وراها كانت هي مشيت والست جت تاني بعديها اشترت ومحدش خد باله ان هي جت. فيعني احنا بنشكرها جدا ان هي جت وجابت الفلوس، ومتاسفين لو حصل منها حاجه او اي سوء تفاهم يزعلك مننا. تمام. حابين نشكرك برضو على نفس الصفحه اللي احنا برضو قلنا عليها ان الحاجه في غلط في الحساب. تمام. شكرا لكل متابعيني. وتعالوا بينا بقى نبدا الفيديو ونشوف العناوين ايه بقى يا استاذ تامر. احنا عندنا 3 فروع، بس الفرع الاساسي بتاعنا اللي هو اللي انت بتصوري فيه يا ماما. تمام. اي حد محتاج اي حاجه من الكوليكشن الموجود نقدر نجيبه له من اي فرع. تمام. عشان ما يقعدش يتوه بس اروح هنا او اروح هنا. عموما هو من الفيديو عشان طبعا اخر الفيديو هنصور التشكيل المحل الثاني، فاللي هيعجبه حاجه في المحل الثاني كله طبعا المحل هنا استاذ تامر هيجيب لكم الشغل وانتوا في مكانكم هنا من غير ما تروحوا ولا تيجوا ولا اي حوارات. باكستاني طبعا عشان مش احنا عموما في المكان هنا برضو هنوفر الباكستاني. كله هيبقى موجود. في باكستاني وفي ميكروفايبر وفي تركي وفي عمريه. في عمريه سعره مريح شويه، في عمريه سعره غالي. انا بس عايز انوه على حاجه معينه ان الاسعار في ارتفاع. احنا كنا موقفين التصوير اصلا يا استاذ تامر عشان كده. يعني هما بيقولوا لي مؤمل فين فيديوهاتك، فين اسعار، فين اشكال. انا ما كنتش حابه اصور على ما الاسعار تثبت يا جماعه. بس انا عموما يعني من كتر الحاحهم معايا على الواتس عايزين الشغل الجديد، عايزين الشغل الجديد. انا هصور اشكال وهتسمعوا سعر يومه، بس اسعار بتتغير. ما حدش يجي يقول لي بعد كده يا مؤمل احنا رحنا على الاسعار. كل يوم بنشتري بسعر جديد. احنا مفيش استقرار في الاسعار خالص. مشترين بسعر اول امبارح ومشترين بسعر النهارده، في بكره تاني اسعار. احنا مش عارفين نعمل ايه، فاحنا بنبيع بسعر النهارده. يعني الزبون مش عايز يزعل مننا ان احنا بنزود الاسعار. احنا بنزود والله اللي بيزيد علينا، ما بنزودش مكسب. المكسب ثابت. احنا بناخد 2 3 جنيه في المتر، ولو سال في الجمله هيلاقي ده في كلامنا صح. انما القصه كلها ان احنا بنزود اللي بيزيد علينا.
تمام. مفيش استقرار خالص. تمام. فده الكوليكشن اللي موجود. تمام. نبدا بالكوفرته كده استمر، ناخدها بالدور كده. تمام. خلي التبراك للاخر خالص، لان احنا اصلا مصورينه وعارفين سعره وكل حاجه، بس خلينا الاسعار ثابته في التبراك. الاسعار ثابته، مفيش خلاص انا ظبطت التبراك السعر 165 ده ما هيفضل ثابت كده لحد ما اخلص اللي عندي كله، مش هزود. تمام. كنت متفق في الاول ان الاسعار هتتغير كل شهر. تمام. لكن خلاص اسعاره ثابته، لان خلاص عملت ديل مع الناس اللي باخد منهم التركي، خلاص ظبطت السعر. تمام. انتهى الموضوع. تمام. خلينا بقى ايه في الاسعار اللي عماله تتراوح كل شويه من سعر لسعر. دي كوفرتا بيكا قطن. دي عرض 250 ديت، سعرها النهارده جمله في التوب لو انا اشتريته ب 135 جنيه عليا، هبيعه ب 150. لا دي ب 100 جنيه المتر لحد ما اخلص اللي عندي. تمام. مش هزود حاجه. تمام. ده كده ب 100 جنيه المتر يا بنات. الساده بقى ده من اول هنا كده، من اول البيج ده كده لحد تحت، ده الشراشيب. ده الشراشيب من اول البيج وانتوا نازلين لتحت ده كوفرتا الشراشيب، بتبقى قطعه واحده بشراشيب. هنفرد واحده منها نشوفها. اولها كده. احنا بقى بنساوي بالمقص الشراشيب دي من تحت يا بنات، وبنرفي بس الجنبين، مفيش اي حاجه تاني. الشراشيب من ناحيه والجنب التاني ناحيه. دي كوفرتا فردان بتبقى مقاسها كام؟ 2.5 في 2.5. 2.5 من اول الشراشيب لاخر الشراشيب. تمام. اللي فوق ده بالمتر يا بنات، تقدروا تعملوا منها مخدات خداديات. دي الالوان اللي متوفره فيها. دي كوفرتا بيكا قطن اللي هي بالمتر دي بكام يا استاذ تامر؟ دي المتر برضه ب 100. ب 100. اللي بشراشيب القطعه؟ قطعه ب 300 جنيه دلوقتي. تمام. فبرضه لحد ما نخلص. تمام. دي الشراشيب الثانيه كتان. دي الكتان اللي هي قطن يا بنات. دي كنا مصورينها اصلا عند استاذ تامر قبل كده، بس دي الالوان حاليا اللي متوفره. دي القطعه بكام يا استاذ تامر؟ دي القطعه ب 450 دلوقتي. دي قطن اكتر من اللي هي دي قطن على كتان. دي اعلى. تمام. لا خلينا بقى نصور العمريه. العمريه احنا هنقول بتبدا من كام لحد اعلى سعر عندك كام، عشان احنا مش هنقعد كل شكل نقول مثلا ده بكام. لا حاليا 60 70 60 وب 70. تمام. يعني عندنا الاسعار، عندنا سعرين، هو 60 و70 حاليا. ما اعرفش بكره في ايه. مفيش 65. مفيش 65. 60 تمام. لحد ما نخلص. ابو 60 ده اصلا علينا النهارده ب 60 جنيه. تمام. يعني احنا لما نيجي نشتري هنشتري ب 60، مش هنبيع ب 60. يعني كل التشكيل اللي قدامكم ده استاذ تامر بيبيعوا بالسعر اللي بتسمعوه 60 و70. حاليا لما يستلم هيستلم ب 60 و70 اصلا، فتعرفوا ان الاسعار هترفع اكتر. فاللي حابب يجي ياخد على السعر القديم قبل الاسعار ما ترفع. انا عن نفسي خدت شغل كتير جدا النهارده، عشان خاطر انا عارفه ان في الارتفاع ده نازل يعني فتره قصيره جدا، وهتبداوا تسمعوا الاسعار ده في كل الفيديوهات. اللهم صل على سيدنا محمد. احب بس ان انا اوريكم العمريه. اخدت رسمتين دول النهارده. الرسمتين دول من زمان، بس بسم الله ما شاء الله حلوين جدا جدا جدا. الرسمتين دول مع بعض برضه جميله. الرسمه دي حلوه قوي منها. ممكن تاخدوا بس الخداديات من الرسمه الكبيره، ولو حابه تعملوا كرانيش تبقى المرايه كلها منها فيها من دي، والخداديات بس من منقوشه، وكرانيش من الرسم الصغير. حلوه قوي بسم الله ما شاء الله. 3 رسومات اللي فوق بعض دول كلهم اجمل من بعض. 3 درجات. ده كل تشكيل العمريه المتوفر عند استاذ تامر. طبعا كملوا الفيديو للاخر، لان انا مصوره لكم في المحل الثاني بتاع استاذ تامر الثالث بقى. انا ما حبيتش اصور بره، لان بره الميكروفايبر واحنا مصورين مع بعض ميكروفايبر كتير. بس بسم الله ما شاء الله التشكيل حلو جدا، والعرض يفتح النفس بصراحه. انا استنيت كده على ما الدنيا هديت والجو بقى حلو، عشان نعرف نصور الفيديو براحتنا، وانتوا كمان تستمتعوا بالتشكيل اللي متوفر. الرسمه دي حلوه قوي، كان في الماتشنج بتاعها بس خلاص انا خدته كله. خدت رسمتين مع بعض. الرسمتين دول جداد برضو حلوين جدا مع بعض، ودول انا اخدتهم الاثنين. واللي فوق دي برضو جميله، اللي هي ارضيتها بيبي بلو، دي جميله جدا برضو ما شاء الله. التشكيل حلو وواسع. طبعا الوان الساده كلها متوفره بس مش موجوده في العرض، فهو انتوا بس تختاروا. لو حابين الساده معاه هو بيوفر لكم الالوان الساده. كملوا معايا الفيديو بقى، عشان ايه انا عايزه اوريكم الميكروفايبر. الميكروفايبر الساده نازل منه ساده بنفس السعر. انتوا عارفين طبعا ان انا كنت مصور، الناس اللي متابعاني عارفه الميكروفايبر وعارفه الخامه، واتكلمت عن الخامه وكل التفاصيل ده في الفيديوهات اللي فاتت. بس ما كانش الميكروفايبر بينزل ساده خالص قبل كده، فلسه نازل جديد، فحبيت ان انا اصوره لكم في الفيديو ده وتشوفوه. ده كده اكمل معاكم بس العمريه. طبعا لما تيجوا هنا هو هيقول لكم ايه العمريه اللي ب70 وايه اللي ب60. انا مش حابه بس ان انا الخبطكم داخل الفيديو، اتفرجوا على الاشكال بس وبعدين نشوف القصه دي.
تعالوا بقى مع بعض كده الف لكم لفه سريعه على التبراك عشان الناس اللي اول مره تتابعني اول مره تشوف فيديوهاتي. التبراك ده قطن صافي 100%، البورس المختوم مكتوب عليه ميد ان تركي، قطن صافي 100%. يعني ده مستورد اصلا يا بنات، مش صناعه مصريه خالص، ما فيهوش نسبه بلاستر 1%، هو قطن صافي 100%. سعر المتر كام؟ سعر المتر 165 جنيه. اكيد انتوا واخدين بالكم من الفرق الفرق كبير جدا ما بين العمريه والباكستاني، هتسمعوه برضو داخل الفيديو. ما بين الباكستاني يعني اعلى حاجه اصلا تحت التبراك ده الباكستاني، تمام؟ فهتيجي تشوفوا الفرق، هتلاقوا فرق واضح جدا ما بين التبراك القطن صافي 100% وما بين الباكستاني بقى والعمريه والميكروفايبر والخ بقى وانت نازله في الاسعار. حابه بس اخد لكم كده ايه لقطه على السريع في التبراك تشوفوا التشكيل اللي متوفر عشان الناس بس اللي اول مره تشوف فيديوهاتي. انا واخده المحل كله من اوله لاخره عشان الناس اللي بتتكلم على المكان. بصوا ما شاء الله عنده برضو تشكيل في اتواب، يعني الرسومات مكرره في التبراك. تعالوا بقى تستمتعوا جدا 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 بالتبراك. الفيديو ده بسم الله ما شاء الله هتنبسطوا فيه جدا، لان انا يعتبر لما الخامات كلها في قلب الفيديو ده. بصوا الوان الساده فيه، الوان الساده اللون المنتي ده يعني بندوخ عليه، الدرجه دي بندوخ عليها على ما بنلاقيها في الساده العمريه او حتى المصريه، متوفره في التبراك. كل الالوان المشبهه اهي، درجات المشبهه. مثلا هاجي من هنا كده، ممكن اجي من هنا بس كده ايه اوضح الهشير بالنسبه للي هي الرسومات الساده اللي بتدخل ماتشنجات مع الملايه. بسم الله ما شاء الله تشكيل واسع جدا من درجات الالوان الساده زي ما انتم شايفين. يعتبر كل الوان الساده ان شاء الله بكل الدرجات اللي تتخيلوها هتلاقوها ماشيه مع كل الشغل اللي هنا. بسم الله ما شاء الله تشكيل في قمه الجمال. طبعا انا مش عايزه اطول قوي على تشكيل التبراك، لان الناس اللي متابعاني عارفه ان احنا مصورين التشكيل ده كله قبل كده، بس ما فيش مانع زي ما قلت لكم. اكيد في ناس بتتفرج عليا اول مره هتشوف قناتي، فقلت برضو تشوف القطن الصافي. الناس اللي بتحب حاجه قطن صافي 100% مش هتلاقوها غير هنا بصراحه. تشكيل في قمه الجمال. تعالوا بقى نكمل مع بعض كده. ده كده خلاص كل تشكيل تبراك. بص ده الوان بقى الميكروفايبر الساده كلها. بكام المتر ده بقى يا استاذ تامر؟ 65 جنيه. بص الميكروفايبر ده احنا ما كناش بننزله اصلا خالص يا استاذ تامر. عامله ازاي؟ اول مره تنزل. انا عايزاكم تيجي تمسكوا بايديكم وتشوفوا الملمس. حاجه خامه محترمه جدا، خامه ولا اي حاجه خالص. خامه مش عايزه اقول لكم على جمالها. يعني انا يعني من زمان وانا بحب خامه الميكروفايبر وبشكر فيها، بس الاول مره اصلا ما حصلتش قبل كده خالص. لاول مره ساده ميكروفايبر ينزل في الاسواق، مش هتلاقوها عند اي حد غير عند استاذ تامر. سعر المتر الساده نفس سعر المتر المنقوش في الميكروفايبر. الميكروفايبر برضه ده الاسترايب الميكروفايبر. ده بكام يا استاذ تامر؟ ده ب 80. ده ب 80 بس خامه جميله تمام. لكن ده الميكروفايبر اللي هو الساده خالص، كل الوانه اللي في الوش دي. انت عندك الوان تاني بره ولا هي مكرره؟ في الوان تانية بره مكرره، يعني ده مكرر اوف وايت وابيض. الدرجه دي حلوه جدا. الدرجه اللي انا كنت بقول لكم عليها من شويه صعب قوي ان هي تنزل. انا كنت لسه بقول لكم على المنت اهي في التبراك، صعب ان احنا نلاقيها متوفره في الالوان الساده. ما شاء الله متوفره قريبه جدا ليها في الميكروفايبر. 20 دول يا مؤمل، بس بقيه الالوان بره في المحل التاني ان شاء الله نصورها. تمام. سيلفر وكشمير ورصاصي ولبني واوف وايت. هي الوان كتير بس متوفره بره، وانا مش عارفه بصراحه هطلع اصورها ولا هنختم الفيديو هنا. عموما احنا هنختم الفيديو في المحل التاني في الباكستان. يلا بينا نشوف بقى المحل التاني هناك ونعرف الاسعار ايه في الباكستاني، ونشوف كمان باقي تشكيل العمريه اللي موجود في المحل التاني. هكمل معاكم بقى الفيديو. نشوف المحل التاني زي ما وعدتكم ان انا هجيب لكم المحل التاني في الفيديو، فهنصور مع بعض الباكستان لانه مطلوب مني. حابه اوريكم الاول بدر اللي هتيجي تتعاملوا معاه. بدر هتلاقوه هنا في الفرع التاني بتاع استاذ تامر. ده الفرع التالت بقى، لان انا في هناك محل اللي انا بصور لكم فيه على طول، والمحل اللي جوه اللي فيه الورشه، فده التالت بتاعه. هنا بقى الباكستاني مش هتلاقوهم في المحلين اللي هناك، هتلاقوا دايما الباكستاني متوفر هنا، وانا قلت لكم ان انا هصوره لكم لما انزل. فتعالوا نشوف مع بدر كده الاسعار ايه، ونشوف ايه الاشكال الباكستاني المتوفره عنده. طبعا هتلاقوا هنا عمريه وباكستاني، وهناك برضو مصورين عمريه. خلينا نكمل مع بعض كده نشوف هننظم الفيديو ازاي.
قول لنا بقى يا بدر كده اسعار شاور لي كده معلش قدام الفيديو يا بدر على الباكستاني اللي تحت دول، من اول تحت كده، من اول هنا كده ده عمريه. ده عمريه. طبعا عندنا سعرين في العمريه. تمام. في عندك سعر بيبدا معاكي 62 جنيه. تمام. ده العمريه. في اسعار ثانيه بتختلف، بتبقى معاكي 65 جنيه. احنا معانا عمريه من اول كام لحد كام؟ من اول 60 جنيه ده لحد دلوقتي يعني تبقى عارفه. اعلى حاجه عندك في المحل؟ اعلى حاجه عندي هنا في المحل هو الباكستاني. لا العمريه، في العمريه اعلى سعر في العمريه. اعلى سعر بيبقى 70 جنيه لحد دلوقتي. 70 جنيه لحد النهارده عشان خاطر الاسعار بتختلف. يعني ممكن النهارده تسمع سعر، الاسبوع الجاي تسمع سعر، كل يوم. احنا النهارده كام يا بدر؟ النهارده 16 واحد. احنا النهارده 16 واحد، فاحنا ما كناش عارفين يعني اديكوا سعر ثابت، مش عارفه. بس عموما برضو هنشوف مع استاذ تامر الدنيا هتبقى عامله ايه. خلينا نكمل يا بدر كده الباكستاني. الباكستاني ده اللي هو البورصل المختوم اللي زي ده كده. هنبدا من اول الاصفر ده باكستاني. لا من اول ده كده اللي فيه ورد ده. الرسمه اللي فيها ورد دي مش اللي كانت موجوده هناك يا محمد في المحل؟ هي كانت ايه؟ باكستاني. بس ده باكستاني برضو. انت متهيألي انت قلت لي ميكروفايبر. الثانيه البامبا اللي كان جنبها الميكروفايبر. انا بحسب كانت رسمه ميكروفايبر، بحسب متقلده في الميكروفايبر يعني. تمام. يبقى دي باكستاني من اول الورد اللي تحت دي، معاها اصفر ساده ويمشي معاه كل حاجه هتلاقيها متناسقه بالماتشنج بتاعها. تمام. زي ما احنا كده لحد الاخر باكستاني. والتايجر ده باكستاني. تايجر باكستاني. طبعا الساده والمنقوش الاثنين كله سعر واحد. حلوه دي، حلوه دي. باكستاني صح؟ كل ده كده الصف باكستاني لحد الاخر يا بدر. لحد الاخر يا الرسمه اللي تحت دي باكستاني. لا، ده اخر 3 دول. اخر 3 دول عمريه. انت عشان تعرفي الباكستاني بيبقى مكتوب على البورصل بتاعه انترناشونال ديزاين كوليكشن. تمام. تمام. احنا مصورينهم اصلا كذا مره قبل كده، بس ايه المتابعين اللي اول مره يشوفونا يبقى عارفين برضه. الرسمه اللي فوق خالص دي باكستاني برضه. تمام. كله كده لحد الرسومات اللي انا بوريها لكم دي باكستاني، عشان اللي هياخد سكرين اللي هيحتاج مني شغل في الباكستان وياخد سكرين ويعلمنا على الرسمه اللي محتاجها. وطبعا لو هتشحنوا تتواصلوا مع استاذ تامر برضه، ممكن تاخدوا سكرينات من الفيديو وتبعتوه له. من اول فين بقى عمريه؟ عندك ديت برضو كده، دول برضو عمريه بعد من اول مقلم صح؟ المقلم هم 3 اكواب. تمام. الهشيره اللي تحت الاصفر ده باكستاني. هوريكم شويه تشكيل عمريه حلوين جدا. دي اعلى خامه برضو معاكي في العمريه. ده اعلى خامه في العمريه الرسمه دي. بصي دي عاليه برضو. دي الاثنين دول من اعلى خامه في العمريه، المقلم واللي تحتها. والاصفر ده برضو من نفس الخامه. تمام. انت ممكن احنا بنصور كده يا بدر توضح لنا ايه اعلى حاجه في العمريه؟ ماشي. اعلى رسومات دلوقتي من اول الورد اللي تحت ده اعلى حاجه صح؟ ده كده اعلى حاجه في العمريه اللي انا بصور لكم. دي الرسومات دي اعلى حاجه في العمريه على فكره. ده باكستاني وده برضو باكستاني. تمام. وده الماتشنج بتاعه. تمام. ده باكستاني. نيجي من اول الورد اللي ارضيته بيضه ده كده عمريه. اعلى حاجه في العمريه. تمام. برضو عندك في الاشكال الاطفال ديت، دول برضو باكستاني، عشان كده محطوطين هنا. كل ده لحد هنا كده ده اطفال باكستاني. كل ده كده باكستاني. تمام. عندك ده بقى خامه من الخامات العمريه برضو العاليه. سعر الباكستاني كام يا بدر؟ 80 جنيه حتى الان. 80 جنيه الباكستاني. العمريه من 60 بيبدا عندهم من 60 لحد 70. بتقول لي فين عمريه؟ ده كده رسومات الشغل لحد الباكستاني الاطفال. لحد هنا كده. باقي معاكي كده الفوق ده كل ده باكستاني. تمام. معاكي دول بقى، دول عمريه. الرسمه العمريه الاطفال دي عامله كام؟ دي المتر عامل 70. ده جميله. عايزين نبقى نفردها يا بدر. لو كده افردها معانا في الفيديو. حلوه قوي، جميله الرسمه دي، حلوه جدا. تمام. بص بقى يا بدر الصفه الاخيره دي ده ب60. ده ب60. ده عمريه كده يا بنات ب60. حابه بس ان انا اعرفكم ايه الالوان المتوفره النهارده. اصور لكم عمريه كتير جدا ما شاء الله. واللي في الوش بقى يا بدر ده الاطفال، ده كله عمريه. ده كله عمريه. عامل كام يا بدر ده؟ ده المتر معاكي كله كده 60. ده كله كده 60. يبقى كل اللي انا هصور لكم ده الاطفال ده 60 صح؟ والجنب التاني كمان يا بدر. ولو عايزين برضو الصور المفروض هتلاقي برضو على التليجرام كل حاجه. تمام. بس انا عايزه اقرب الرسمه اللي فوق دي.
جميله الرسمه اللي فوق خالص دي. ده عمريه بكام يا بدر؟ عامل 60 جنيه واللي فوق دي 60 برضه؟ نفس السعر. 60 ده كله 60. كل اللي انا صوره لكم بعد كده 60. اللي ب 65 انا اللي ب 70 قصدي وضحته في اول فيديو. رجع لي ده كده يا بدر تاني بقى معلش. ممكن اخده واحده واحده كده يا بدر؟ ماشي. شويه تشكيل حلوين جدا. كل ده عمريه. دي كده 60. كل ده عمريه. الرسمه دي حلوه قوي. دي هنا في 80. الرسمه دي هاديه. معاك الاطفال برضو في 70. الناس اللي بتحب الدرجات الرصاص الهاديه قوي. الرسمه دي تقليد التبراك. عندك الاطفال دول كلهم كده 60. واللي تحت دي كانت بتنزل في الميكروفايبر القلوب. يعني ده ابعدوا عن الالوان الغوامق قوي في العمريه. تمام. الريشه دي ب60. تمام. الرسمه دي كلها ب60. الاتنين دول كده ماتشنج مع بعض. المقلم مع الرصاصي. بعيد عن الالوان الغامقه اللي زي دي كده. بس يبقى 4 متر. تسلم ايدك يا بدر. كل حاجه على فكره هنا هتلاقيها متناسقه يعني كل حاجه بالماتشنج بتاعها. تمام. مش عايزه ماتشنج السعر بقى. قال ده يا بدر. حلوه قوي الرسمه اللي فوق دي يا بدر. عايزين نبقى نشوفها في الاخر كده. الريشه دي ممكن تاخدي معاها ساده بقى. دي كل الرسومات دي ب60. وممكن تاخدي بص المقلمه البيج اللي تحت ده برضو كويس. الله حلو قوي اللي فوق دي برضو. اول واحده خالص فوق. اول واحده دي ده القارون ماتشنج بتاعهم او ساده. تمام. الاثنين يعني تقصد ان القراءه يمشي مع اللي فوق خالص واللي تحتها. دي الرسمه دي معروفه اللي هي بتاع الاناناسه. عايز 10. حلوه الرسمه دي جديده برضه. اول مره اشوفها بالمنقط بتاعها. جميله قوي. الرسمه دي تقليد التبراك. الاثنين دول الفواتح. تمام. ده كل كده التشكيل اللي انا بوريه لكم ده ب60 جنيه يا عم بس لحد الان. عشان ايه؟ عشان بس تبقى عارفه لحد الان انا ما كنتش عارفه بصراحه اثبت اسعار ولا انا عارفه اجيب لكم عروض ولا عارفه اعمل اي حاجه معاكم بسبب ارتفاع الاسعار. انا بقالي فتره اصلا لو اخدتوا بالكم موقفه التصوير علشان الارتفاع الاسعار اللي مش راضيه تثبت دي. فقلت ايه اصور بقى عشان انتوا عمالين تقولوا لي يا ام امل ما بتنزليش التشكيل المتوفر في السوق. لا انا هنزل التشكيل بس للاسف انا هقول سعره يومه. يعني مش هعرف اقول لكم مثلا السعر ده شغال لحد شهر لحد اسبوع. ما عادش في الكلام ده. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا حبيت بس ان انا اوفر لكم التشكيل اللي متوفر عنده استاذ تامر. حاولت على قد ما اقدر في الفيديو ده الم لكم كل التشكيل اللي متوفر. لو عجبك الفيديو ما تنسليش في لايك وشير سبسكرايب على الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.